سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بعد المشاريع اللي كنا تكلمنا فيها على مدينة الدار البيضاء، اليوم كيجي الدور على مدينة أخرى، مدينة من المنطقة الشرقية المغربية، مدينة الناظور. هذه المدينة هذه معروف عليها أنها نقية ونقية بزاف، وهي رمز للمنطقة الشرقية والريافة بالضبط. مدينة الناظور غتشهد مشاريع اللي غادا تحول المدينة إلى مدينة عملاقة. طبعا هي مدينة عملاقة حاليا، ولكن هذه المشاريع اللي غادا تكتمل من هنا حتى سنة 2030 إن شاء الله غادا ترجع المدينة بمعايير عالمية. مشاريع ضخمة وعملاقة، محطة حرارية وترامواي وطريق السيار ومحطة في الميناء ومدينة الكفاءات وإلى آخره. عدة مشاريع ستبهر العالم في هذه المدينة الشرقية، مدينة الناظور الحبيبة، بوابة المغرب من الجهة الشرقية، اللي كتعتبر من أفضل المدن المغربية، وهي من المدن الساحلية على أفضل واجهة بحرية، البحر الأبيض المتوسط. شنو هي هذه المشاريع اللي غادا تزدهر بها مدينة الناظور مستقبلا بإذن الله؟ محطة تحلية مياه البحر بالناظور تضم جزءا خاصا بالماء الشروب وآخر للري. قال وزير التجهيز والماء نزار بركة إن محطة تحلية مياه البحر بالناظور التي سيتم إطلاقها هذه السنة ستساهم في دينامية التنمية المستدامة بالجهة الشرقية. وأوضح بركة خلال جلسة شرقيات المستثمر في إطار تظاهرة شرقيات المنظمة بمناسبة الاحتفاء بمرور 20 سنة على إطلاق المبادرة الملكية للتنمية لجهة الشرق أن محطة تحلية مياه البحر بالناظور تضم جزءا خاصا بالماء الشروب وآخر بالمياه الموجهة بالمجال الفلاحي بالنظر لأهمية الري. وأبرز الوزير أن 150 مليار درهم التي تم ضخها في الجهة مكنت من تحقيق تحسن ملحوظ في الناتج الداخلي الخام الجهوي الذي زاد بنحو الضعف خلال 20 سنة، معتبرا أنه ينبغي للسياسة الجهوية أن تتماشى مع منطق الاعتماد على إمكاناتنا الخاصة. وأكد أن المشروع المهيكل ميناء الناظور غرب البحر المتوسط سيكون محركا حقيقيا للتنمية وسيحول الجهة إلى مركز متوسطي بل قاري. الطريق السيار قرسيف الناظور. دخل مشروع الطريق السيار قرسيف الناظور مراحل جديدة لتنفيذ المقطع الثالث بين دريوش الناظور على امتداد 27 كيلومتر، حيث تم تنظيم عملية الانتقاء المسبق الذي جرى. وضمت اللائحة النهائية على 3 مقاولات وتجمعين قبل الشروع في تنفيذ المشروع. كان نزار بركة وزير التجهيز والماء كشف أخيرا عن معطيات جديدة خاصة بمشروع ربط إقليم الناظور بالشبكة الوطنية للطرق السيارة في جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب. وأكد بركة أن ربط الناظور بالشبكة الطرقية عبر الطريق السيار قرسيف ميناء الناظور سيمتد على مسافة 105 كيلومترات، مشيرا إلى أن الدراسات التنفيذية المرتبطة بمشروع الربط تم الانتهاء من إنجازها. وأوضح بركة أن وزارة الاقتصاد والمالية صادقت على الاتفاقية الموقعة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب للقيام بمهام صاحب المشروع المنتدب فيما يتعلق بالشطر الأول الرابط بين جماعتي قرسيف والساكة على طول 32 كيلومتر بغلاف مالي قدره 2.3 مليار درهم، مشيرا إلى أن فتح الأظرف المتعلق بطلب عروض الأشغال والانتقاء الأولى للشركات المحتمل فوزها بالصفقة تم في 15 شتنبر الماضي. ميناء الناظور غرب المتوسط. يمثل ميناء الناظور غرب المتوسط قيد الإنشاء حاليا على خليج بطوية إقليم الناظور علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري الذي يروم تحسين الربط البحري للمملكة والمساهمة في تنمية المنطقة الشرقية. وعلى خطى ميناء طنجة المتوسط يسعى ميناء الناظور غرب المتوسط إلى أن يشكل مجمعا مينائيا وصناعيا متكاملا به ميناء كبير بمياه عميقة بقدرات كبيرة في معالجة الحاويات، ومنصة صناعية تهدف إلى احتضان الأنشطة والمهن المينائية للمغرب والتي سيتم تطويرها في منطقة حرة تتواجد بفضاء الميناء. وتعتبر هذه المنشأة قاطرة جديدة تتطلع إلى تعزيز دور المغرب البحري والموانئ في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط وتوسيع الاستفادة من النشاط البحري العالمي واستغلال جزء منه، مع كونه منصة تهدف إلى ضمان إمداد المغرب بمنتجات الطاقة. وقبل كل شيء من المتوقع أن يساهم ميناء الناظور غرب المتوسط في إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الشرقية من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنطقة وتعزيز جاذبية الاستثمارات الوطنية والدولية وخلق الثروة وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة. ويسير ورشة تشييد الميناء الجديد على أحسن ما يرام، فمعدل تقدم
تقدم المشروع تجاوز 80% في يونيو الماضي من سنة 2023، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء قبل متم العام الجاري 2023 على أن يبدأ التشغيل نهاية سنة 2024. ووفقا للمعطيات وبيانات شركة الناظور غرب المتوسط، سيتكون الميناء من مرحلته الأولى من حاجز أساسي طوله حوالي 4200 مترا، وحاجز ميناء ثانوي طوله حوالي 1200 مترا، مع محطة لمعالجة الحاويات برصيف يتم على 1520 مترا وبعمق مياه يصل إلى 18 مترا، وأراضٍ مسطحة تمتد إلى 76 هكتارا، مع إمكانية بناء رصيف آخر للحاويات. المحطة البحرية الجديدة بالناظور، ويتضمن المشروع إعادة تهيئة المحطة البحرية ومحيطها بميناء بن نصار، ورفع الطاقة الاستيعابية للمحطة لاستقبال المسافرين، توسيع فضاء المراقبة الحدودية الخاصة بالسيارات والمسافرين. وقدرت التكلفة الإجمالية لأشغال إعادة التطوير والهيكلة بحوالي 80 مليون درهم، بهدف توسعة المحطة البحرية القديمة وزيادة قدرتها الاستيعابية وبناء مرافق جديدة مع بنية تحتية وإدارية محدثة. وتقوم استراتيجية الموانئ على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والإقليمي، ويتجسد هذا الإسهام في توفير البنية التحتية والمرافق والخدمات المينائية ذات المواصفات الدولية، وفي تعزيز الفرص وخلق قيمة مضافة للفاعلين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء، وكل ذلك في ظل احترام معايير الاستغلال المسؤول والمستدام للبيئة. توسيع مطار الناظور. يتضمن المشروع توسيع إعادة تهيئة المحطة من 5000 إلى 20,000 متر مربع من أجل رفع القدرة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 2,000,000 مسافر. وقد تم تصميم هذا المشروع الذي يندرج في إطار الجهود التنموية التي تشهدها منطقة الناظور من الناحية الاقتصادية والسياحية والعمرانية بطريقة عصرية وتجهيز بمعدات من الجيل الحديث. بالإضافة إلى المبنى الجديد، يشمل مشروع تطوير مطار الناظور العروي، توسيع ساحة وقوف الطائرات للاستقبال المتزامن ل6 طائرات متوسطة المدى و3 طائرات كبرى و6 مراسي للمروحيات، وبناء موقف جديد للسيارات بسعة 580 موقفا، وتهيئة المساحات الخارجية. وللاستجابة لأهداف النجاعة الطاقية لهذه المحطة وضبط وتقليص استهلاكها من الكهرباء والاقتصاد في الماء، فقد حرصت الوكالة خلال مرحلة التصميم التقني والمعماري للمشروع على تزويد بنظام مستدام يرتكز على الإضاءة الطبيعية، وكذلك باستخدام مصابيح اقتصادية للكهرباء، ووضع أنظمة ذكية للتشغيل الآلي للإدارة، مما سيمكن من توفير الطاقة بنسبة 60 إلى 90% مقارنة بأنظمة الإضاءة الاصطناعية. ترامواي الناظور الذي سيربط الناظور ومليليا في سنة 2025. نشرت صحيفة إسبانيول الإسبانية تقريرا حول المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في المناطق الشمالية وتحديدا الناظور. وفيما يخص الناظور، أوردت إسبانيول أن ميناء غرب المتوسط الذي يوجد طور الإنشاء سيصبح ثاني أكبر ميناء في المغرب، وسيتم ربطه في المستقبل وبالتحديد سنة 2025 بمطار العروي الناظور بواسطة الترامواي الذي سيخترق مدينة الناظور ويصل إلى مدينة مليليا المحتلة. الصحيفة وفي تقريرها المطول قالت أن وكالة مارتشيكا ستضم مليليا في جزء من مشاريعها المستقبلية، حيث سيصل الترامواي إلى قلب المدينة المحتلة حاليا. مدينة المهن والكفاءات لجهة الشرق. تقع مدينة المهن والكفاءات لجهة الشرق بمدينة الناظور على مساحة تبلغ 12 هكتارا، وتوفر بيئة استثنائية للتعلم وتطوير الكفاءات في تخصصات مختلفة ذات قيمة مضافة عالية. وتهدف مدينة المهن والكفاءات لجهة الشرق التي تم تصميمها في إطار مقاربة الذكاء الجماعي إلى الاستجابة لحاجيات المنظومات الاقتصادية الجهوية، وذلك بفضل عرض تكويني مبتكر يتلائم مع المتطلبات المتنامية للمقاولات. بعد مدينة المهن والكفاءات لجهة سوس ماسة التي انطلق بها التكوين، فتحت مدينة المهن والكفاءات لجهة الشرق أبوابها لاستقبال شباب الجهة. لقد تمت بلورة العرض التكويني لمدينة المهن والكفاءات بالناظور وفق مقاربة الذكاء الجماعي بشكل يتوافق مع خصوصيات الجهة، وبالتركيز بشكل خاص على حاجيات المهنيين من الكفاءات المؤهلة، حيث تم تحديد الخريطة التكوينية الخاصة بالمؤسسة الجديدة عقب سلسلة من الورشات للتبادل والتفكير. مكنت من تحديد القطاعات الواعدة بالجهة فضلا عن الكفاءات التي تتطلبها المهن الجديدة وأيضا تلك المتعلقة بالمهن التقليدية. وتمنح اليوم مدينة المهن والكفاءات لجهة الشرق لمتدربيها عرضا تكويني في مستوى عالي وفي تكامل تام مع العرض التكويني للمكتب بالجهة، حيث تقدم عرضا تكوينيا جديدا يتمحور حول 10 أقطاب مهنية تضم
تضم 75 شعبة تكوينية، 58% منها جديدة و42% محينة. تهيئة بحيرة مارتشيكا. أطلق مشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا سنة 2008 من طرف الملك بغلاف استثمار إجمالي يناهز 46 مليار درهم بهدف تحويل بحيرة مارتشيكا إلى فضاء للتنمية وتطوير نموذج مثالي للتنمية على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. فكرة المشروع التي تقع على واحدة من أكبر البحيرات بالمنطقة المتوسطية، شبيهة إلى حد بمشروع تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، لذلك تم استنساخ نموذج تهيئة ضفتي الرقراق إلى درجة أن نفس الموارد البشرية التي اشتغلت بوكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق انتقلت للعمل بوكالة مارتشيكا، لكن لعنة الإخفاق كانت قاسما مشتركا بعد صرف ميزانيات ضخمة دون جدوى. هذا المشروع واجه فور إطلاقه عدة عراقيل، وآخر المستجدات في هذا الملف هو الطلب الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية في أقرب الآجال بحضور نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية والمدير العام لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا لإطلاع البرلمانيين على وتيرة تقدم أشغال هذا المشروع الذي كان من المفترض أن ينتهي في سنة 2020 وفق التقرير المرفق بقانون المالية لسنة 2023 حول المؤسسات والمقاولات العمومية.